السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ عبد الملك. ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله راح ندير معاكم 4 انواع تاع حلويات بعجينة واحدة. اخترت لكم عجينة السابلي باش الجاتو تاعكم يجي خفيف وبنين ومرمل يذوب في الفم. وبالنسبة للشكل تاع الحلويات يبقى دايما اختياري. نبداو بسم الله. ولا عجبتكم الوصفه ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وزر الاعجاب باش يوصلكم كم جديد اللي نحطه في قناتي ان شاء الله. ونبداو مباشره بطريقه التحضير، وان شاء الله راح نخلي لكم مقادير في صندوق الوصف. لهنا بالنسبه للمقادير اللي راح نديرها ضاعفت الكميه، درت لهنا 500 غرام تاع زبده تكون طريه. من الاحسن تخيروا يعني النوعيه مليحه تاع الزبده باش القطو تاعكم يجي بنين. هنا قلنا عندي 500 غرام تاع زبده طريه، وعندي لهنايا 2 بيضات كاملين و2 صفار البيض. هنا راح نضيف الفانيلا. درت 2 اكياس تاع الفانيلا، يعني قلت لكم ضاعفت الكميه. وراح نزيد السكر، راح ندير 6 ملاعق تاع السكر، 6 ملاعق كبار تاع السكر. وراح ندير 2 ملعقتين كبار تاع الزيت نباتيه. وعندي 2 ملعقتين كبار تاع نشا لا مايزينا. ندير 2 ملعقتين كبار معمرين كما راكم تشوفوا، وقرصه تاع ملح. وعندي 2 اكياس تاع خميره الحلويات. هنا راح نخلط هاد المكونات مع بعض. حتى داك السكر تاعي يذوب كامل والزبده تاعي تذوب، يعني تولي على شكل كريمه. باش نبدا نضيف في الفارينه غير بالعقل. راكم تشوفوا الخليط تاعي كيفاش ولا كريمي. هنا راح نبدا نضيف في الفارينه غير بالعقل. راح نغربلها ونبدا نلايم في العجينه تاعي حتى تليم منا. ردوا بالكم يعني ما تيبسوهاش. هاوليكم القوام تاعها. هذا هو القوام تاعها. راح نغطيها بكيس بلاستيكي ونخليها تريح شويه، يعني في الثلاجه حوالي نصف ساعه برك. ونبدا نقسم في العجينه تاعي. يعني قلت راح ندير بها 4 انواع، راح نقسمها على 4. راح نبدا ندير النوع الاول. لهنا راح نفتح العجينه تاعي وراح ندير لي صابلي. خيروا الشكل اللي حبيتوه. دارت لي لهنا 2 سنيوات العجينه اللي درتها. راح نطيبهم وراح نروحوا للعجينه الثانيه. راح نشكل كريات عادي بهذه الطريقه، ندير فيهم الداخل حبه تاع لوز. وبعد ما نطيبهم نرمدهم في الشوكولا البيضاء، وبعد نزيد ندير لهم نواة كوكو من الفوق. وراح نزيد
نروح ندير الشكل الثالث. راح نديره بهذه الطريقة. راح نجيب فرشيطة نضغط على العجينة تاعي بهذه الطريقة، يعني راح ندير حلوة الفرشيطة، يعني هذا الشكل قديم كانوا يديروه من زمان. لهنا نحطهم كامل في ورق الطهي وندخلهم يطيبوا. ورايحة نروح ندير الشكل الرابع. انا الشكل اللي هنا اللي خيرته راح ندير على حسب يعني المول تاع السيليكون اللي عندي. هاوليكم المول تاعي تاع السيليكون، راح نعبر باش ندير على حسب المول تاعي تاع السيليكون، نديرهم برك شويه كبار بهذه الطريقه. وراح نقطعهم ونعبرهم ونقطعهم كامل بنفس الحجم، وراح نديرهم يطيبوا. ولا هنا نجيب المول تاعي تاع السيليكون ندير فيه الشوكولا بعد ما ذوبتها في حمام مائي. درت لها ملعقتين تاع الزيت، يعني في 250 غرام درت ملعقتين تاع الزيت. وراح ندير بهذه الطريقه وندخلهم المجمد حتى يشدوا روحتيهم. وراح نوجد الحشوه، ومن بعد نوجد لكم الحشوه اللي درتها انا لداخل. هنا بعد ما طاب القطو تاعي راح ندير خطوط بهذه الطريقه، ندير شوكولا نوار ونزيد ندير شوكولا بلون، خطوط بهذه الطريقه. والتزيين نتوما يعني زينوا القطو تاعكم كيما حبيتو. ولا هنا لي صابلي تاوعي بعد ما طابوا راح ندير فيهم لداخل الكراميل. راح نغربل هكا السكر الناعم الفوق وبهذه الطريقه. ونديرهم بهذه الطريقه، يعني ولي صابلي تاعكم نتوما يعني تعمروهم باش حبيتو. ولا هنا راح نوجد الحشوه تاع هذاك السيليكون يعني اللي درته في المجمد. الحشوه تبقى ثاني دائما اختياريه. درت لهنا اللوز، درت القفرات، درت نواة كوكو، يعني درت كميه لاباس بها باش تزايد لي الحشوه. راح نديرها بنيون ثاني، ضاعفت يعني الكميه. لهنا درت البسكوي. هذا هو يعني الخليط يعني تاع البنيون اللي راح نستعمله في المول تاعي تاع السيليكون. هنا راح نلم هاد المقادير بالكراميل، كراميل الزبدة المالحة. وراح نزيد تاني ملعقتين تاع النوتيلا، نبدا نلايم فيهم حتى العجينة تاعي تولي متماسكة، الخليط تاعي عفوا يولي متماسك. راح نعمر هذوك المربعات بهذه الطريقة. راح كامل نعمرهم ونغطيهم بالشوكولا اللي قعدت لي. وراح نعاود نرجعهم في المجمد حتى يبردوا. ولا هنا نكمل ندير تزيين تاع هذوك الكريات اللي درتهم كما راكم تشوفوا معايا، يعني درتهم في الشوكولا البيضاء ذوبتها في حمام مائي، ومن بعد ندير لهم نواة كوكو. ولا هنا كما راكم تشوفوا الشكل الرابع راح نديرو بهذه الطريقه. وراح نكمل التزيين تاعي. راح ندير لهنايا كراميل مع اللوز مطحون، راح ندير بهذه الطريقه في الاطراف، ندير الكراميل ونزيد ندير اللوز. وهاي ليكم النتيجه النهائيه
هاي لكم الحلويات تاعي كيفاش جاتني. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه اللي حضرتها لكم اليوم. ولا عجبتكم الوصفه ما تنسوش تدعموا القناه باش يوصلكم كامل جديد اللي نحطه في قناتي ان شاء الله. بالنسبه لاباط سابلي اللي درتها لكم، يعني هذه هي احسن وصفه اللي معتمده عليها. وشكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم.